يا صباح الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده نعمل مع بعض كده حاجه جميله كده وصحيه وسهله ولذيذه وخفيفه. مش عايزه اقول لكم بقى على حلاوتها. معايا كده في الاول راس توم كده متقشره، وعندي بقى الخضار زي ما انتم شايفين، كزبره وشبت وبقدونس، ومعايا جزر طماطم وبصل وفلفل الوان. تشكيله كده يعني من الخضار محترمه زي ما انتم ما شايفين كده. عايزه تضيفي بقى في الوصفه بتاعتنا دي بطاطس، ضيفي زي ما انت عايزه. ومعانا بقى هنا ايه؟ معانا هنا كمان سمك زي ما انتوا شايفين كده، ده سمك بولتي مفتوح كده سنجاري ومتنضف ومغسول وزي الفل زي ما انتوا شايفين. هاتي بقى السمك اللي تحبيه والحجم اللي تحبيه. ده كان حجمه حلو يعني، مش صغير ومش كبير قوي، حجمه متوسط. يلا بينا بقى نسمي الله ونصلي على رسول الله ونبتدي نشوف هنعمل ايه. اول حاجة كده انا جبت الخضار بتاعي اهو زي ما انتوا شايفين. احط بقى كده في شفشق الخلاط عشان الكمية كبيرة، وانا الكبة عندي بتاعتي صغيرة، فلو انتي الكبة بتاعتك كبيرة تقدري تضربي الموضوع ده كله في الكبة مرة واحدة. حطيت بقى الجزر والثوم، وهحط البصل والطماطم وكل الخضار اللي معايا ده، احطه كده في قلب شفشق الخلاط عشان خاطر نضربه مع بعضينا، عشان دي التتبيلة اللي هنتبل بيها السمك. هنعمل بقى النهاردة صينية سمك في الفرن تحفة، حاجة كده صحية وخفيفة وسهلة، ولا قلي بقى ولا طرطشة ولا زيت ولا. احنا الجو حر طبعا زي ما انتوا عارفين، ومحتاجين حاجة كده تكون خفيفة. وزي ما انتوا شايفين احط بقى كل الخضار بتاعي في قلب شفشق الخلاط، واحط كمان معاهم ربع فنجان كده من الخل عشان الخلاط بتاعي يمشي، واحط كمان ربع فنجان من الزيت، وهحط بقى التوابل بتاعتي بتاعت السمك، شطة وكمون وبابريكا وتوم بودرة وملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة. حطي بقى التوابل اللي تعجبك. هنضرب بقى الكلام الحلو ده كله مع بعضه. حط كمان معاهم ليمون، هعصر بك ايه ده حوالي ليمونتين تلاتة، السمك بيحب التوم والليمون. بس خلاص كده بقى هضربهم في شفشق الخلاط. انا مش هخليهم عصير يعني هخليهم ناعمين شوية، مضروبين خشن يعني، بس مش خشن قوي اهو زي ما انتوا شايفين كده. بصوا انا بضرب وبوقف بضرب وبوقف عشان خاطر انا مش عايزاه عصير اهو. بصوا القوام بتاعه، ولا هو سايل ولا هو خشن. تمام. جبت بقى الصينيه بتاعتي وقطعت بقيه الخضار اللي كان باقي معانا. هننزل بقى كده بجزء من التتبيله اللي احنا تبلنا بيها، اللي هي هنتبل بيها السمك، هنتبل بقى بيها الخضار كده، عشان دي اللي هتبقى الفرشه تحت السمك، هتبقى القاعده تحت السمك. طبعا الخضار ده بقى بيتاكل وطعمه بيبقى تحفه. لو وصلنا لحد هنا مننساش نحط اللايك بتاعنا الجميل، ونفعل الجرس على علامة الكل. لو أول مرة بتشوفوني ياريت تشرفوني في القناة، شرف ليا تكونوا موجودين معايا. حط بقى كده السمك بتاعي، هنرص كده في الصينية، طبعا على عدد أفراد أسرتك بقى وحسب ما تحبي. عايز تعملي بقى بسمك بولتي ماشي، عايز تعمليه بسمك روسي ماشي، بوري، أي نوع سمك يمشي معاكي. هجيب بقى بقية الخلطة بتاعتي، طبعا مش كلها، أنا شلت بقى منها كده جزء في الفريزر، يعني وقت ما ابقى بحب بقى اعمل سمك او اعمل بتنجان اللي هو المقلي كده بيبقى بيسهل عليا. خلاص بتبقى الخلطة عندي بطلعها من الفريزر وبشتغل بيها على طول، فعشان كده كنت عاملة كمية. تمام كده. هتبل بقى السمك بتاعي زي ما انتوا شايفين في كل الجوانب بتاعته، مش هخلي سمكة يعني راكبة كده على سمكة عشان خاطر كله يستوي ويتحمر. بضغط بقى كده بس بالمعلقة بتاعتي عشان خاطر بس اسكن الخلطة دي في السمكية. تمام. هديها بقى كده شوية زيت بسيط على الوش، يعني انتوا لو ملاحظين كمية الزيت اللي احنا حطيناها حاجة كده لا تذكر. طبعا بقى اصحاب الدايت، الاكلة دي طبعا مفيدة جدا ليهم. كمان كده بقى مع حبة سلطة ومعلقتين رز، او لو مفيش رز مش مشكلة، تنفع جدا لاصحاب الدايت.
أكلة صحية وسهلة ولذيذة، ومش عايزة أقول لكم بقى كانت ريحتها اللهم بارك، بألف هنا وشفا. حطيت كده كمان شرايح من الليمون وشوية كده من الكزبرة والشبت على الوش، وهندخلها على طول على الفرن. على ما السمك بتاعنا يستوي نعمل بقى شوية رز كده صيادية عشان نقدمهم مع السمك بتاعنا. حطيت كده بصلاية أحمر مع شوية زيت، هديها بقى كده تقليبة لحد لما توصل للون البني. أنا مش عايزاها ذهبي، أنا عايزاها بني كده غامق شوية. افضل اقلب فيها بقى كده، ما اسيبهاش عشان ما تتحرقش وتمرر معايا الرز. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوة الا بالله. طول ما انتي واقفة كده اذكري ربنا وسبحي عشان يومك يعدي سهل. او زي ما انتوا شايفين كده بقى خلاص كده وصلنا للون اللي احنا عايزينه. نحط بقى كده نص طماطمايه وحتة فلفل كده اصفر كانت متبقية، بتدي طعم بقى في الرز الصيادية بتاعنا ده، حاجة ما اقولكمش بقى، حاجة كده جميلة. لو عندك بقى فلفل احمر، عندك فلفل اخضر، ممكن تحطي جزرايه مبشوره زي ما انت عايزه. طبعا الرز الصياديه ده بيقبل اي خضار يتحط فيه. احط كمان معلقه بقى من التتبيله اللي احنا كنا عاملينها للسمك، اهو تودي بقى الرز في حته تانية. هديها كده تقليبه. شايفين بصوا لون البصلايه اتغير ازاي. هنزل بقى كده بكوبايتين ميه، واحط لها شويه ملح واسيبها تغلي شويه على ما اغسل الرز بتاعي، تكون خدت لها كده غلوتين. طبعا نفس مقدار الميه هو نفس مقدار الرز. اديتها شويه ملح وهقلبها واسيبها تغلي. شايفين بقى لون الشوربة بتاعت الرز كده شكلها عامل ازاي؟ شايفين لونها حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك، بألف هنا وشفا. هنا بقى خلاص كانت الشوربة كده بتاعت الرز غليت. حط بقى كده عليها الرز. عايزة اقول لكم ان صينية السمك اصلا في الفرن استوت قبل الرز ما استوى، يعني ما بتاخدش وقت نهائي، حوالي كده 10 دقايق او ربع ساعة بالكتير بتكون صينية السمك بتاعتك جهزت. زي ما انتوا شايفين كده بصوا طلعت بقى حاجة ما شاء الله اللهم بارك. انا كنت حطاها على رف اوسط والنار كانت مفتوحة من تحت على اعلى حاجة، ولما كده استوت من تحت يعني طفيت من تحت وفتحت عليها الشواية، خدت بقى كده لون من فوق واتحمرت وبقت حاجة كده. بصوا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى الحلاوة؟ بصوا السمكية لحمها ابيض ازاي. شايفين الجمال ولا الريحة بقى؟ مش عايزة اقول لكم الريحة والطعم حكاية، بجد جربوها هتعجبكم قوي. حاجة كده سهلة وخفيفة وصحية مش عايزة اقول لكم، والطعم تحفة. زي ما قلت لك تقدري تعمليها بسمك بوري، تقدري تعمليها بسمك اللي هو المكريل، تعمليها بأي نوع سمك. خلاص كده بقى أكلنا كان خلاص جاهز. عملت كمان طبق سلطة خضرا زي ما انتوا شايفين كده، وكده كان خلاص الغدا بتاعنا جاهز، والرز بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده استوى وبقى زي الفل. لو وصلنا لحد هنا من الفيديو يا ريت تدعموني بلايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل جديد، وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. ما تنسوش اللايك يا بنات، حطوا لايك للفيديو.